السلام عليكم الملكات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا في تمام الصحه والعافيه. اليوم غادي نشارك معكم ثلاثه د الحويجات اللي درتهم للكوتي. غادي نشارك معكم كيفاش درتهم بثلاثه في واحد الوقت اللي هو وجيز. الطريقه ديال هاد الكيكه كتعجبني، شي حاجه اللي هي زوينه والمقادير ديالها بسيطه وفي المتناول. المهم بلا ما نطول عليكم الهضره نخليكم مع الفيديو. نبداو بالبسبوسه هي الاولى. غادي ناخذوا لواحد البول، غادي ندير فيه بيضه وحده، كاس ديال سنيده، ونص كاس ديال الزيت، وكاس ديال العصير الحامض مخلط مع الماء، وكاس واحد ديال دانون، حكيك ديال دانون بالمذاق اللي بغيتو. غادي ندير واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نحك واحد الحويمضه، القشور ديال الحويمضه صافي. خليط وجليطو، نخلط هاد المكونات كاملين. من بعد غادي نزيد عليهم 2 كيسان ديال السميد رقيق ما يعادل 250 غرام. غادي نزيد 2 ديال الخمارات ديال الحلوى صافي، ونخلطوا هاد المكونات حتى هما مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نزيد كاس ونص ديال ديال الفورص. العبار اللي الكاس اللي عبرت به من الاول هو اللي كنبقى كنعبر به دائما. هنا زدت كاس ونص ديال الفورص. صافي غادي ناخذ المول اللي عندي انا هنا، كنفرش له البابي لانه بعض المرات كيلصق ليا من التحت، فانتوما كتاخذوا المهم المول اللي كديروا فيه البسبوسه اللي كتخدموا به. نتوما تقدروا ديروا مول ديال الزاج، دهنوه بالزبده وديروا فيه البسبوسه ديالكم. صافي غادي نحط فيه هذا الخليط اللي عندي وندخلو للفران، وغندو الموجد دابا السيرو ديال اللي غنسقي به هذه البسبوسه. غندير كاس ديال الماء وكاس ديال سنيده، وغادي نديرو فوق البوطه. غندوزو دابا للكيكه. ندير كاس كبير ديال سنيده وكاس كبير ديال الماء و2 معالق ديال بودره الكاكاو المر صافي، ونص كاس هنا اولا كاس لاروب ديال الزيت، نفس الكاس اللي كنعبر به. المهم يكون كاس كبير، ماشي كاس ديال العنبه، تقريبا الدوبل ديال كاس ديال العنبه. مهم كاس كبير ديال المناضه ولا ديال العصير اللي عندكم. صافي كديروا هذوك المكونات كتبقاو تديروهم فوق البوطه حتى كيعقد لكم الخليط مزيان صافي. وكديروا كتنقصوا منه واحد الكاس اللي غادي نسقي به في الاخر، وهذا كنخليه حتى يبرد. ملي كيبرد ليا شويه كنخليه يبرد على جنب، وكناخذ لو بول اللي غادي ندير به الكيكه، غادي نخلط فيه واحد 3 ديال البيضات. غادي هكا نهرس هذوك 3 البيضات اللي عندي. غادي نحركهم مزيان وغادي نزيد عليهم واحد الساشي ديال الفاني. هذيك الفاني غير باش نهرس ديك الريحه ديال البيض. تقدروا تزيدوا قشور ديال الحامضه ولا تقدروا تزيدوا قشور الليمون ولا اللي عندكم اي حاجه تنسموا بها صافي. وغادي نزيد عليهم هذاك الخليط اللي كان برد، ونخلطوا مع البيض. ونزيد الدقيق هنا هزات ليا 2 كيسان ونص ديال الدقيق. وغادي ندير هنا درت الكاس الاول بطبيعه الحال الدقيق ما غاديش ندير كله بدقه واحده، غادي نبدا ندخل بشويه. درت الكاس الاول ودرت 3 ديال الخمارات ديال الحلوى. الخميره دائما كتضيفوها مع الدقيق، ما كديروهاش من الاول مع الخليط، كديروها مع الدقيق باش تجيكم منفوخه ويبقى المفعول ديالها ساري المفعول، تكون زعما تعطي المفعول ديالها صافي. هنا غادي ندخل الكاس الاول في الخليط، وغادي نزيد الكاس الثاني. الكاس هنا اللي كنعبر به الكاس ديال العنبه اللي كنعبروا به دائما. كاس العنبه راه كاين كاس ديال العنبه المزور اللي كيكون صغير، الحجم ديالو صغير، وكاين كاس العنبه الاصلي. الكاس ديال العنبه اللي هو عادي، مهم تقريبا راه كاين شي كيسان ديال اتاي كيكونوا في القياس ديال كاس العنبه، هو اللي عبرت به. داروا هز ليا 2 كيسان ونص. المهم كيبقى عاوتاني القياس على حسب الكيسان اللي درتو زعما في الاول اللي عبرتو به الماء والزيت وهذا. كاين تقدر يكون الكاس كبير ويكون كميه الماء كبيره عاوتاني، فغادي يقدر يهز لكم اكثر من 2 كيسان ونص ديال الدقيق. اللي مهم نتوما عينكم ميزانكم، هذا هو النص الاخر اللي زدت ديال الدقيق. زدت اقل من النص، غادي ندخلو بشويه. اللي مهم هو ان الكيكه باش تعرفوا القياس ديال الدقيق يعني بالضبط على حساب عينيكم، انكم ملي كتخلطوا كتهزوا هذاك فاش كتهزوا الخليط كيكون الخليط كيشكل واحد الخيط متصل، يعني كيكون الخيط متصل ماشي كريمي، كيكون بحال الكريم وخط متصل، ما كيكونش مقطع. كيف ما كتشوفوها نتوما كنهز انا هنا بهذا الشكل، نقدر نرميها بحال هكا يعني بلا ما نزيد الدقيق، راها كافيه. شفتوا الخط كيفاش كيهبط هكا متواصل مع بعضياته. المهم انا هذا بغيت نزيد هذاك الربيع اللي بقى باش نكمل 2 كيسان ونص. هنزجو هكا في الاخر، ولكن راه الخليط يعني متماسك ومتجانس هو هذاك. يعني عينكم
بنتي حدايا ديروا لايك وديروا لايك، هاني مفكراتكم ديروا لايك معاكم مادام وصلتي هنا. ديري لايك وديري اشتراك الا كنتي مازال ما اشتركتيش معنا في القناه، وان شاء الله يوصلوك المزيد من الوصفات. المهم هانتو شفتوا مهم الخرط كيفاش كيكون، ما كيكونش جاري وما كيكونش عاقد بزاف، كيكون كريمه والخط متصل. انا هنا كندير في هذا المول اللي هو طويل، فانتوما تقدروا ديروا حتى في المول الدائري ولا المول اللي مربع ولا كيف ما كيف ما كيعجبكم واللي متوفر عندكم. وصافي هادشي اللي كاين. من بعد ما غادي نكب هذا الخليط كامل، غادي ندخلها الفران هي والبسبوسه، يعني البسبوسه راه باقا محطوطه، غادي ندخلهم في دقه واحده بجوجهم مع بعضياتهم صافي. وغادي نمشي نوجد الحريشات. في الحريشات غادي ندير 4 الكيسان ديال السميد رقيق ما يعادل 500 غرام يعني نص كيلو، وكاس ديال الفورس. وغادي ندير قبيصه ديال الملحه، شويه ديال الملحه لتصحيح الذوق، جوج معالق، انا 2 كيسان غنخلي عليكم 2 معالق ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار، خميره الخبز، وساشي ديال الخميره ديال الحلوى. صافي غادي نخلط مزيان هاد المكونات اللي ناشفه مع بعضياتهم، وغادي نزيد كاس لاروب، كاس ما عامرش غير كاس لاروب ديال الزيت، غادي نبسبس بهم هذيك السميده. صافي غادي ندخلها في هذيك السميد بشويه بشويه. وهاد الحرشه راه ديجا شاركتها معكم في فيديو قديم في القناه، وما كتخطانيش، انا ديما كنديرها بزاف، ما كتخطانيش من الدار، كتجيني سهله ودغيا كتوجد. صافي هاد المكونات اللي ناشفه غادي نزيد عليهم 2 كيسان، غادي نجمعهم ب2 كيسان ديال الحليب. تقدروا ديروا غير كاس حليب مخلط مع كاس ديال الماء، ماشي مشكله. عندكم الحليب ديروا 2 كيسان ديال الحليب، مهم 2 كيسان. والا بانت لكم نشفات راه نتوما كتبقاو كتزيدوا، لان السميد دغيا كتشرب، انتم تبقاو تزيدوا الماء. المهم هنا راني درت 2 كيسان، يعني كيف كتشوفوا الخليط هكا راه متماسك مع بعضياته. واذا بانت لكم شربات راه نتوما تزيدوا، المهم خليكم على القرص. ومن بعد ما خلطتهم صافي غادي ناخذ دابا سميد غليظ، وغادي نبقى ندير كويرات وغادي نمرمدهم في داك السميد اللي غليظ ونحط. صافي غادي ندير المقله كتسخن حتى تسخن مزيان، عاد غادي تقرصوا فيها هذوك الحريشات. هنا انا باش كنقرص كندير دوك الدوائر ديال الانوكس اللي كيتباعوا والغطا ديالهم، فكنحط الدائره فوق المقله وكنضغط على الحرشه بالغطا. صافي كيجيو مقادين وزوينين هما هادوك. غادي نخلي لكم الرابط ديال الحريشات الا تفكرت ان شاء الله باذن الله، ديال الحريشات كيف ما كان بالديتاي كيفاش كنطيبهم وكل شيء، يعني تقريبا على نفس الطريقه، وهذه هي الطريقه ديالي. صافي من بعد ما كنقلبهم كنحطهم فوق شي تويب هكاك باش ما يعرقوش ليا. هنا البسبوسه طابت، غادي نسقيها بداك السيرو اللي كنت صايبته اللي فيه غير الماء والسكر. غادي نزيد عليه شويه ديال الزهر، الماء زهر القرعه عاديه، وغادي نزيد عليه عصير ديال الحامض باش نسمو. انا هذا الزهر والعصير الحامض باش ما يمشيش المفعول ديالو، ما كنخلطوش مع السيرو في الاول، كنخليه حتى الاخر عاد كنزيدو صافي، وكنكبو مزيان يعني هكاك فوق سميتو، لان السيرو كيكون بارد، البسبوسه كتكون سخونه، كنكب سيرو بارد على البسبوسه سخونه. سينو يكون العكس، يكون البسبوسه بارده والسيرو اللي سخون. كنسقيها مزيان وكنخليها حتى كتشرب، والكيكه حتى هي طابت. نحيدها ونحيد ليها هذاك البابي ونحطها في الطبسيل، وغادي نبدا نسقيها بهذاك الكاس اللي كنت نقصت من داك الخليط اللي كنت صايبت الاول، داك اللي فيه بودره كاكاو والماء والزيت والسكر. هادشي اللي كنت درت فيه. صافي غادي نحيد هذا البابي وغادي نديرها في الطبسيل ونبدا نسقي فيها. فهذاك الكاس اللي كنت نقصت في الاول ديال كيجي صوص الشوكولا بحال هكا، كنبدا نكبها غير بمعلقه بشويه بشويه من الفوق، لان الا كبيتها بدقه واحده كلها غتسيح ليا من الجناب وشي ما درتو. اللهم بشويه بشويه بالمعلقه تنسقيها على خاطري. المهم هذيك لاصوص تبقى هكا شويه من الفوق، حيت غادي نزينها بسميتو بالكاوكاو مهرمش. صافي غادي ندير لاصوص هكا من الفوق، خليكم معايا. وصافي من بعد ما درت ديك الصوص كامله فوق الكيكه غادي نزينها هنايا بالكاوكاو مهرمش. فالتزيين كيبقى على حساب الاختيار. انا هاد الكاوكاو خديته من عند مول الزريعه 2 درهم، فاتني ليه ولا درهم تفوتني ليه، وهرمشتها هكا بالمهرز ومريضنا مع الذوباس، زينت بها من الفوق الكاوكاو. الكاوكاو
كيجي ديك التقرميشه ديالته كتجي زوينه، كتجي مقرمله وزوينه. تقدروا تزينوا بالكوك، تقدروا تزينوا بالفيرميسيل، المهم كيبقى التزيين على حسب الاختيار. هادشي اللي كانوا هادو هما الاقتراحات، اقتراح ديال الكوتي اليوم، يعني كيكه بسبوسه وحريشات. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وبغيت نقول لكم انا هاد الكيكه هي المعتمده عندي، يعني كنديرها بزاف، كتجيني ساهله ودغيا كتوجد وكتعجبني، حتى في المذاق كتعجبني. كنتمنى يكونوا عجبكم الاقتراحات، يعجبكم الفيديو، وما تنسايش دير اشتراك الا كنتي مازال جديده معنا باش يوصلوك الفيديوهات الجايه ان شاء الله. في امان الله، نلقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وما تنسايش تهلاي في راسك.